عملت تالت فنجان قهوة في اليوم بس علشان اقعد اصور الفيديو ده. اللايك هيبسطني ويفرحني وانتي بتعملي القهوة بتاعتك. ريحة القهوة خطيرة. كملي الفيديو لحد الاخر، قومي اعملي القهوة وانا بدردش كده في البداية علشان الفيديو يكون طويل شوية ومعانا حاجات كتير قوي هنتكلم فيها النهاردة. ازيكم عاملين ايه؟ انا سارة ودي قناتي سارة بلوجر. ناخد تعليقات بقى داليا ونسمة وكل الموجودين في الصفحة قدامكم، شكرا جدا لتعليقاتكم اللطيفة. لو عايزة اسمك يطلع زي كده متنسيش تحلقيلي على الفيديو دوت، هيطلع الفيديو الجاي. انتي معايا في القناة دي هتلبسي وتعملي ميك اب وتعملي سكين كير بكل حاجات رخيصة جدا وعلى قد ايدك. اول حاجه وحشتوني جدا ومتاسفه جدا على الغيبه الطويله دي، بس اللي متابعني على الانستجرام واليوتيوب شانل تانية هتعرفوا انا غبت ليه كل الفتره دي. مبدئيا كده يا جماعه خش في الموضوع على طول. معايا منتجات تهبل ومعايا منتجات مش هكررها تاني، فيلا بينا نخش في اول حاجه والايدي هتجيبه هتكلم عليه على طول. طيب اول حاجه جت في ايدي وهو الاويل ده، بيبي اويل ده من اوريفلام، كان جاي هديه لابني. طبعا يا جماعه انا اول ما شفته الباكج كان حلو قوي وكان تحفه جدا وكل حاجه، وهوريكم دلوقتي للباكج بتاعته بس عشان ايه قبل ما ارميها. ده كده شكله، هقول لكم حبيته في ايه وما حبيتوش في ايه. اول حاجه يا بنات ده شكله اهو، تمام. ده شكل الباكج بتاعته، ده شكله او شكل العلبه بتاعته، وطبعا شكله حلو وكميته كمان حلوه جدا. ده هو 150 ملي. اول ما شميت ريحته حسيت ان هو ايه ده، هو بايظ ولا ايه؟ ريحته مستفزه قوي، تحس ان هو اكنه بايظ كده او اكنه يعني مش متخزن صح، متفهموش ايه الموضوع. المهم سالت اختي عشان هي اللي كانت جايبه لابني، كانت جايبه لزين هديه، فقالت لي لا يا ساره ده هو ريحته كده لان هو اصلا طبيعي فيه منتجات طبيعيه. فقلت لا انا هقعد بقى اقرا اللي جواه. المهم لقيت فيه ان هو بالشوفان، فاستغربت ان هو معمول من الشوفان، قلت اكيد دي ريحته عشان كده. اولا هو بيرطب الجسم كويس جدا، وبصراحه انا باخده من ابني ارطب بيه جسمي، بس هكرره تاني يعني ممكن اشتريه ولا لا. هو كان جاي لي هديه، انا ممكن اشتريه ولا لا؟ بصراحه لا عشان ريحته مش احسن حاجه. طيب هتكلم عن حاجة خطيرة وبجد سبب في ان ضوافري تطول. طبعا انا اصلا ضوافري دلوقتي يا بنات، بس ضوافري كانت اطول من كده بكتير، والسبب الرئيسي في ضوافري تطول هو البيوفيتا بتاع انفينيتي. حلو جدا جدا، هو السكين كير والنيلز سوري السكين والنيلز والهير. بس بصراحة انا حسيت ان هو على ضوافر اكتر تاثير اتاثر على ضوافري. انا ضوافري كانت بتتكسر وما كانتش بتطول، بس هو حسن ضوافري جدا وبقت قويه عن اول بتطول بسرعه، فده خطير في كده. لكن شعر او بشره لا، ما حسيتش باي فرق خالص. تالت حاجه اتكلم عنها بديل الزيت من فاتيكا، خطير ريحته حلوه جدا جدا. هو بزيت باللوز وجوز الهند والسمسم، هو للشعر الجاف والخشن، جميل قوي، بيطر الشعر قوي، بيخلي ريحه الشعر خطيره وفظيعه وحلوه جدا جدا جدا. هكرره تاني، طبعا هكرره تاني. انا بحب جدا منتجات الشعر، كل ريحتها حلوه، منتجات الجسم كمان. فهو من ناحيه الريحه الترطيب لا هو كان حلو جدا، كمان حجمه كبير زي ما انتم شايفين، بس طبعا زي الخلع. هو كان حجمه 200 مللي، فهيقعد معاكي فتره طويله ومحترمه. كمان هتلاقوه في السوبر ماركت، وهتلاقوه مثلا في الاماكن اللي هي بتاعه بتبيع ادوات سكين كير وكده. وهنا كده بصوا، هنا كده عندهم في باركود. بصراحه لسه ما جربتوش، مش عارفه ممكن يبقى فيه معلومات ولا ايه، بس هو حلو قوي 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 وبجد انا حبيته. I love you. من الحاجات كمان اللي انا بعشقها جدا 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 وهو اللوشن ده. اللوشن ده من ايفون، حلو قوي يا بنات وريحته مش طبيعيه بجد، بيخلي ريحه الجسم كده حلوه وانثوي قوي قوي. ولو انتي عروسه لا هاتيه وعلى ضمانتي هيعجبك جدا جدا جدا. كان سعره كان 50 جنيه، كنت جايباه بس طبعا بيقعد معايا فتره طويله قوي، فالدنيا غلت عليه كذا مره، الله اعلم وصل كام دلوقتي. بس لو اي حد بيبيع في ايفون يا ريت يقول لنا تحت سعره بقى بكام علشان البنات تبقى عارفه. لا يا جماعه دي مروحتي اللي مكسوره، بحبها قوي فمش عارفه ايه اللي حطها هنا. طب يا جماعه نتكلم كمان عن الكريم دوت. الكريم او البودي كريم او البيج بودي كريم اللي هو خلصان طبعا، حلو جدا، هو من ايفون وطبعا
دي من الحاجات اللي كنت شاريها في جهازي تقريبا او شاريها بعد جهازي مش فاكره. بقيت 3 سنين من الجواز يا جماعه عشان بس محدش يسالني اكتر من كده. بص هو حلو جدا كان للشعر والبشره للشعر والبشره للوش والايدين والجسم. طبعا انا ما بحطش الحاجات دي على وشي ابدا ابدا ابدا. انا ما استحملش ابدا احط الحاجات دي على بشرتي خالص صيف او شتاء، لان ده هيحبب لي الدنيا وهيخلي لي الدنيا بايظه خالص في بشرتي. خلاصته بالزبادي والعسل مناسب لجميع انواع البشره، لا سوري مناسب للعاديه والجافه. طبعا هو حلو وممتاز وبيرطب جدا وقوامه خفيف قوي يا بنات. هو لسه في منه حاجه صغننه فانا حابه بس اوريكم قوامه. وشايفين قوامه خفيف قوي، هو يعتبر يعني لوشن مش بودي كريم، لانه قوامه خفيف كده وسوفت قوي على الجسم. يستخدم في صيف او شتاء. متهيألي انه مش هيزهقك في الصيف لو بشرتك بتدهن او كده بتاعت جسمك وايديكي. لا بيرطب حلو قوي، لكن ما اقدرش ان انا اعتمد عليه اعتماد كلي في ان هو يرطب لي ايدي من غير مرطب قوي زي مثلا الكرباميد مثلا. يعني انت لو واحده ايديكي بتقشف بسرعه او ايديكي بتجفف بسرعه او بتغسلي مواعين كتير من ايديكي من غير جوانتي، فتبقي محتاجه حاجه اقوى من كده زي مثلا الكرباميد او هيبتا. كرباميد ممتاز قوي ونزل في السوق الفتره دي. اللي جه في ايديا برضو كريم للجسم البشره الجافه من ايفا بالجريسلين. طبعا هو حلو جدا وتقيل جدا جدا جدا. يعني مثلا لو جيتي قلتي لي يا ساره اني اتقل قوام فيهم واني ترطيبه بيبقى قوي على الجسم خاصه الاقواع والركب، هقول لك ده طبعا ايفا، لانه قوامه تقيل وسميك قوي فبيقعد كتير على الجسم. طبعا بيتشرب بسرعه، الجسم بيتشربه بسرعه، بس طبعا انا ده بس كنت بستخدمه اكتر حاجه للكوع والركبه، لان هو بيرطب ترطيب عميق جدا فبيخلي كده الكوع والركبه ناعمين جدا جدا. طبعا كل ما انت بترطبي اكتر كل ما انت هتبعدي عن الغمقان اللي بيبقى موجود في الاماكن دي. فانا حبيته قوي، هكرره تاني طبعا ان شاء الله. بالنسبه لدوت لو لقيت سعره حلو يعني ليه لا، يعني تمام نجرب. لازم اخد فاصل في النص واشرب ويعني رشفه من القهوه بتاعتي. يا جماعه النهارده اليوم الوحيد اللي في عمري طول ال 25 سنة اللي فاتوا دول شربت 3 قهوة في اليوم، وده تالت فنجان قهوة. أول مرة أعمل كده في حياتي، بس حاسة إن أنا عندي شراهة للقهوة بطريقة مش طبيعية النهاردة، مش عارفة ليه. فربنا يستر على اللي جاي بكرة إن شاء الله. فانتوا بتشربوا ايه دلوقتي في الفيديو؟ صحيح بتتفرجوا على الفيديو بتشربوا ايه او بتعملوا ايه؟ اكتبوا تحت في الكومنتس وانا كمان انتوا عرفتوا خلاص انا هعمل ايه. لذيذة يا بنات. هنتكلم عن ده كمان، وده برضو اللي طلع في ايدي، ده مرطب للجسم من جليسوليد. احلى والطف واجمل واحسن تجربة مرت عليا الفترة اللي فاتت هو الكريم ده او البودي كريم ده. هو ممتاز جدا جدا ما شاء الله وحلو قوي. واللي انا استشفيته ان هو في منه ريحه المسك وفي منه ريحه عاديه. انا شفت ريحه المسك وحطيته على جسمي كان حلو جدا. بس هقول لكم ملحوظه دلوقتي. اول حاجه طبعا هو برده 200 مللي، سعره حلو جدا. انا لما اشتريته كان سعره كان 30 او 35 جنيه، فكميته حلوه يقعد معاكي كتير، قوامه خفيف ولذيذ. بس هو للاسف خلطان لحد اخر نقطه. فعايزاكم صحيح تشوفوا الفيديو لحد الاخر عشان عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ازاي هقدر اتخلص من كل الحاجات الباكجات دي وهي فاضيه، مش هرميها زي ما هي كده. فهقول لكم ازاي هتخلص منها بطريقه كويسه علشان ما تتباعش تحط فيها حاجات تانية وتتباع على انها نفس المنتج، لان الغش موجود في كل حته طبعا. نرجع لمرجوعنا. هو لوشن غير دهن الجسم، وفعلا غير دهن الجسم، بيرطب الجسم حلو قوي وبيدي ريحه للجسم حلوه، وكمان ده من غير ريحه للبشره الحساسه، فمفيهوش اي ريحه خالص، هو يا دوبك بس الكريم. اوكي تمام. ايه الملحوظه عايزه اقول لكم عليها؟ اختي جابت اللي بالمسك منه فلقيته عندها لسه زي ما هو مليان، فبقول لها ايه ده هو انت ما استخدمتيهوش؟ قالت لي يا ساره انا حطيته بعد ما عملت اعمال ازاله الشعر بهدل لي الدنيا خالص، حبوب وحكه والتهابات مش طبيعيه. فاللي استشفيته من الموضوع ده انه ما ينفعش تحط اللي هو المسك عشان فيه عطور طبعا، انه ما ينفعش تحط على الجسم بعد اعمال ازاله الشعر او السكراب او حمام مغربي مثلا، بتكون البشره حساسه قوي ينفع لها حاجات هاديه اكتر. فحاولوا تجيبوا دوت العادي لو انتوا عندكم حساسيه من الجسم، حساسيه في جسمكم من الروايح، او مثلا بتعملوا شيفنج وعايزين تجربوا، فالحاجات دي لازم تتحط من غير روايح يا بنات على الجسم. فلو واحده قالت لي انا بحط مرطب وبيحصل لي التهابات ده بسبب الشيفنج ولا بسبب المرطب، اقول لكم اكيد ممكن يكون بسبب المرطب عشان يكون فيه عطور.
حاجه من الحاجات اللي ما اقدرش استغنى عنها في روتيني اليومي لشعري، وهو كريلا. يا جماعه انا بيجي لي قشره في شعري، انا عندي مشكله احكي لكم عنها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. هقول لكم ايه المشكله اللي عندي، انا لسه ما عالجتهاش بس هي عندي مشكله anyway يعني. كريلا حلوه قوي قوي للقشره، سعره رخيص وحلو وصغنونه كده، تاخديها معاكي في اي مكان، رايحه مصيف في سفريه اي حاجه، رايحه تباتي عند مامتك يومين ايا يكن، لازم تاخديه معاكي. بتحط من 5 ل7 نقط على فروه الراس، وبتعملي مساج بصوابعك علشان يبدا ان هو يعني ايه، يعني يخش كده فروه الراس كويس قوي، ويمنعك الحكه ويمنعلك ظهور القشره. فهو بصراحه بالنسبه لي هو بحبه قوي برضه. جماعة انا معايا 3 انواع من الماسكارات، وكنت عايزة اقول لكم عليهم كلام كتير. اول حاجة ماسكارة ايسنس لاش برنسس. جماعة دي مش الاصلية، او مش دي مش الاصلية، انا متأكدة ان دي مش الاصلية لاسباب كتير قوي. الباكج بتاعها سعرها، لا هي اختي كانت جايبها لي هديه بصراحه. فرشتها حلوه قوي يعني، اللي انا بس يعني الجدير بالذكر في الموضوع اني بصوا فرشتها، شايفين فرشتها ايه كده، شايفين فرشتها حلوه ازاي؟ فرشتها حلوه قوي قوي. هي طبعا كانت بتطول الرموش وكانت حلوه جدا معايا. ما كانتش الووتر بروف قوي قوي اللي هي درجه ان انت تزهقي وانت بتطلعيها، كانت حلوه بس كانت بالنسبه لي مناسبه، بس كنت خايفه منها عشان هي ما كانتش اوريجينال بصراحه. ف دي من ضمن الحاجات السيئه، ان الباكج بيبقى شبه الحقيقي جدا ولكن بيبقى طبعا او هو باكج حقيقي بس اللي جوه ممكن يكون مش حقيقي بسبب سعرها يعني. طيب الحلوتين التانيين، واحده انا جايباها من اول الاتنين دول جايبينهم من اول جوازي، او جايباهم اصلا في جهازي اصلا، ومش عايزه ارميهم عشان كنت عايزه اكلمكم عنهم باستفاضه. 7 جيرل احلى 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 ماسكارا استخدمتها في عمري كله هي 7 جيرل. هتقولي لي ليه؟ هقولك بتطول وبتكثف وتحفه وبتثبت وخطيره وبتدي فوليوم وبتدي طول وبتدي شكل رموش مش طبيعي من الحلاوه. فبجد يا جماعه يا ريتها ما خلصت بجد، عشان انا زعلانه عليها قوي. طبعا هي اصليه يا جماعه لان الحاجات دي مفيهاش اصلي ومضروب. انا كنت شارياها وانا بشتري ميك اب بتاع فرحي، قلت له ده ميك اب فرح ميك اب عروسه وبتاع، قال لي لا والله دي تحفه جدا لو حصل اي حاجه تعالي وبعد 100 سنه. وفعلا يا جماعه كانت خطيره وحلوه قوي، وده كده شكلها اسمها 7 جيرل. تقدروا طبعا يعني تجيبوها لو لقيتوها في اي مكان لانها حلوه قوي. طبعا ديت اسمها بيج فوليوم، دي من اوريفلام اوريجينال، كان سعرها حوالي 80 جنيه ايام الرخص من 3 سنين او 4 سنين كده ولا حاجه. اللي بعتها لي حد قريب جدا مني، ولكن هي وعدتني وقالت لي وحلفت لي انها ووتر بروف وجامده جدا وما بتسحش. طبعا يا جماعه هو لسه فيها منتج يعني، هي لسه اصلا فيها. فمشكلتها معايا انها مش ووتر بروف، انا كنت عارفه انها مش ووتر بروف لانها مش مكتوب عليها ووتر بروف، ولكن نزلوا منها اصدار تاني. طبعا شايفين الكتابه هي بالذهبي. الاصدار التاني اللي هي ووتر بروف اصلا اللي هي في اوريفلام دلوقتي مكتوب عليها او الكتابه بتاعتها لونها سيلفر. فخدوا بالكم وانتوا بتشتروا كل حاجه، بالذات الماسكارا، لان الماسكارا مهمه جدا في اي ميك اب. وانا من الشخصيات اللي بتحب الماسكارا ووتر بروف، لان انا بشرتي دهنيه وبدعك في عيني كتير، فلازم يكون معايا ماسكارا ووتر بروف. لو نسيت ودعكت في عيني وانا بره او حرانه او ايا يكن، تبقى مصيبه، تبقى كارثه يعني. لكم تتخيلوا ان المنظر ده يكون حوالين عينيكم بقى. ولما كنت باجي اطلعها او باجي اغسلها او بس بغسل وشي بالميه الاول عشان اطلع، يا نهار ابيض على كان بيحصل. جماعه انا كان ده كله بيتهبب اسود، وكان بيقعد حوالي 3 ايام عشان اقعد امسح فيه. طبعا كانت بتوجعلي تحت عيني قوي قوي، كانت بتوجعلي عيني وتحت عيني بسبب ان انا كنت بقعد ادعك فيها كتير قوي. انا ما حبيتهاش، عمري ما هجيبها تاني ابدا. بالمناسبه هي لسه ما خلصتش، انا هستخدمها بس هحط بعدها ماسكارا ووتر بروف عاديه. ارواج ام ان، وحلاوه ارواج ام ان بحبها بموت فيها، ما اقدرش استغنى عنها او ابطلها، بحبها جدا جدا جدا. دي درجه جديده انا لسه جايباها يا بنات، فكنت عايزه اوريها لكم. تمام، درجه نود قوي وتحفه، ورقمها رقم 4 اهي. وبقى المحددات بقى التانية الرفيعة دي يا جماعة برضو حلوة قوي، ولكن هي يعني تقريبا صلاحيتها انتهت، فانا برضو حبيت اوريها لكم
طبعا انا مش هرميهم، انا هستخدمهم اللي صلاحيتهم انتهت، هستخدمهم عادي في التلوين لما بحب الون. طبعا في شكل تاني اللي هو الاوتوماتيك ده، اللي بيطلع اوتوماتيك ده برضو حلو جدا جدا، بس انا بحس انه الثابت اكتر معايا. دي الدرجات اللي موجودة معايا، الثابت اكتر معايا ودايما انا بحطها كروج كامل، هي البنسل اللي هو القلامة، بحبها اكتر حاجة. ما بحبش بصراحة يعني ما بحبش ان انا احط دي وانزل وخلاص، لا بحدد الاول بالقلم وبحط على الشفايف كلها وبعدين بحط بتاع. تعالوا بقى اوريكم رسمه للشفايف حلوه قوي، يكون كده فاصل يعني مش اعلاني، فاصل بسيط كده وترفيهي شويه. اول حاجه يا بنات انا بجيب كده اللب، لب ايه اسمه، لب ايه صحيح الليب لاينر. تمام، وابدا ان انا احدد بيه الشفايف كده. طب عايزه اكبر شفايف شويه، اطلع بره على حدود الشفايف نفسها اللي بره. طبعا هو لونه خطير. بعدين بجيب الروج بقى العادي اللي انا هحطه. يا ريت تحطي اي روج وانتي قافله بقك. خطير. طبعا في حاجات مهمه هكلمكم عنها زي البرفيوم. تعالى اجمعكم بقى، اجمع لكم كل البرفيوم كده واقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. في حاجات فيهم رخيصه، في حاجات فيهم غاليه، في حاجات فيهم متوسطه. هبدا بالغاليه عشان هي واحده بس اسمها سوفت ماسك، ودي يا بنات شكلها حلو جدا جدا، وكنت جايباها عشان احطها في، يعني ده برفان الخاص بتاعي، برفان بيفكرني بليلة فرحي وبفستاني وبالاجواء اللي انا كنت بحضرها ليلة فرحي. بحبه جدا جدا البرفيوم ده. طبعا هو ثبت يعني الثبت بتاعه متوسط لقوي، حلو جدا، وريحته هاديه جدا جدا جدا. ولما يخلص لازم اجيب منه تاني. اولا ريحته عامله زي ريحه بودره الاطفال كده، فهو اطفالي وهادي وانثوي كيوت جدا، فحبيت الانثوي بالزياده بالزياده. وما ينفعش ابدا ابدا اي عروسه ما تجيبوش وهو تندر يا جماعات، تندر قد ايه هو سكسي، يعني خطير، يعني ينفع في اللانجري، يعني عرايس، يعني حاجات وحركات وتركات. هو ده يا بنات تحفة 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 تحفة. ببقى مستغربة قوي لو شميت بنوتة حاطاه وخارجه في الشارع، بقول لا يا بنات لو ليه كلام معاه، لا ما تحطوش برفين ده طلعي الشارع ابدا، مش ريحته حلوه قوي، وما ينفعش ابدا حد يشم ريحتك الحلوه قوي بزياده دي غير جوزك طبعا. فريحته حلوه قوي قوي، وانا بفضله، جميل وحلو جدا وسعره متوسط طبعا. شازا برضو حلو جدا، الباكج بتاعته حلوه برضو قوي، شكلها كيوت قوي على التسريحه، وبتبقى مديكه شكل اناقه، فبرضو تقدري تجيبيه. برضو ده كان من ماي وي. البرفيوم اللي معايا دول ارخص اتنين، كان ده بحوالي 20 جنيه او 30 جنيه، وده بكام برضو ب30 جنيه او 20 جنيه مش فاكره والله. ريحتهم حلوه قوي. ده سي الحمراء، وده كوكو شانل. طبعا دول كلهم يا جماعه تقليدي وكوبي مش اصلي. الاصلي كان ب400 جنيه، فانا مش معايا اجيب ب400 جنيه، فجبت عشان اشوفه. طبعا الثبات بتاعه في الباي باي مش ثابت خالص، بس ريحته جميلة وحلوة وبتخليكي في مود تاني، بس مود لحظي. اول ما البرفيوم بيقعد بيطير خلاص. هو اقصى وقت تقريبا بيقعد 4 ساعات لو الجو ايه مش حر، لكن لو الجو حر ساعتين بس على قد فلوسه. اوكي. لكن انا عندي اقتراح، لو انتوا اشتريتوا حاجات زي كده وعايزين يبقى في ثبات اعلى، تروحوا للمحل بتاع البرفيوم وتقولوا له انا عايزاك تنزل لي يعني في كده ماده بتثبت البرفيوم اكتر، فتقولوا له ايه يعني حط لي هنا حبه ثبات كده. بصراحه انا هعمل كده، يعني بفكر اعمل كده، ممكن الموضوع يمشي يبقى حلو. حاجات رفيعة كده ملهاش علاقة ببعض، بس خلاص هختم بيها الفيديو. أول حاجة ليب بودر دوت بتاعة أوريفليم، كانت خطيرة جدا جدا بزبدة الشيا بزبدة الشيا وكوكو أويل، أو الكوكو اللي هو
جوز الهند يعني حلوه قوي قوي، كانت بترطب الشفايف حلوه قوي. ما تبقى منها بعمله على كعب رجلي لانه اصلا انتهى صلاحيته فما ينفعش احطه على الشفايف، بس انا من رايي ان ممكن احطه على كعب الرجل عادي. طيب سيتروبانتين ممتاز جدا للبشره الدهنيه، ولكن في الشتاء بس، ما يتحطش في الصيف ابدا، لان بحطه في الصيف بيعرق لي بشرتي وببقى حاسه ان في سيول نازله في وشي يعني. احلى واجمل صن بلوك استخدمته الفتره الاخيره وهو كان صن بلوك بوباي، وبحبه جدا ومتحمسه جدا جدا اجرب الفورمول بتاعته الجديده اللي نازله السوق، وان شاء الله اجيبها واجربها، وكان ممتاز معايا جدا. الجل للبشره الدهنيه علشان بتسال عن الموضوع ده كتير قوي يا حلوين. كريم الايد من ايه، من اوريفلام الصغنون الكيوت قوي ده، كنت واخداه برضه، كان جايلي هديه برضه، بس كان حلو قوي، ترطيبه حلو، ريحته حلوه وبيثبت وخطير، وخلص وانا بعتذر له اول ما هو خلص. ريحته جميله قوي يا بنات، كده بتفكري كده بايام، تحسي ان انت لما بتشم الريحه بتفكري كده ايام زمان، ايام ما كان بيحصل يعني ذكريات طفوليه وهكذا. القهوه جنبي بردت ولازم اشرب منها. بردت. طيب السيروم ده سيروم انا رحت المحل لقيته انا واختي طبعا اتشلت من سعره. اختي كانت جايبه نفس السيروم ده ب 200 جنيه، نفس السيروم بكل حاجه فيه ب 200 جنيه. بصوا طبعا انتوا شايفين، انا مش هقول اكتر من ان انا مش حاطه ولا قلم ولا بودره في حواجبي، بس اللي هيتابع فيديوهاتي قبل كده كان هيحس ان انا حواجبي كانت شكلها غريب نوعا ما، كانت متنحكشه، كان النص الاخير ده دايما بيبقى طاير كده وبيبقى مش ممتلئ. فانا جبته ب20 جنيه من اخر العنقود يا جماعه، وبجد طول لي وتقل لي شعر حواجبي، وانا حسيته من التقل، وحسيت كمان من الطول ان انا بقيت شعر حواجبي طويل وبينزل كده، فلقيت ان هو فعلا بيكبر شعر الحواجب. خطير خطير خطير، بحبه جدا، وهفضل استخدمه لحد اخر نقطه فيه، ولما يخلص ادور عليه في اسكندريه عشان اجيبه برضه. لازم يعني لازم ميه بعد القهوه طبعا. اتس اوكي. طيب ساره، ازاي تتخلصي من المنتجات دي؟ عشان ده حاجه مهمه جدا، وانتوا كمان لازم تعملوا كده قبل ما ترموا الحاجات الباكج اللي بتبقى شكلها حلوه واو كيوت وانت بتبقي محافظه عليها اخر حفظان واخر تمام. تجيبي قطر او سكينه حاميه، بس خلي بالك ما تتعوريش، وتقسميها نصين، تعملي فيها خرم كبير تقويره، بس احسن حاجه انك تقسميها نصين كله كده، حتى دولت. بالنسبه بقى ازاز البرفان، بصراحه انا مش عارفه ليها حل غير انه ممكن يبقى مشروع مربح ليكي، ان انت تاخديهم وتروحي تبيعيهم لمحل محل عطور. وانا عندي كميه كبيره جدا من ازاز البرفانات، ومحتاجه ان اروح اعمل الموضوع ده، ومعرفش هم هيوافقوا ياخدوهم مني ولا لا، بس انا مقرره ان هجرب في كذا محل لعل وعسى يمكن الموضوع ياخدوهم مني ويدفعوا حتى الواحده ب5 جنيه مثلا ولا حاجه، 10 جنيه ايه يعني الواحد هو اولى، بس انا مش شايفه حل غير كده. بتوع المسكرة او بتوع الحاجات دي لسه مش لاقيه لهم حل غير ان اكسرهم مثلا، ادشدشهم بحاجه بشاكوش ولا حاجه. طب ليه يا ساره تعملي كل الحاجات دي؟ عشان يا جماعه في ناس ما عندهاش ضمير، بتاخد الحاجات الغاليه اللي بتبقى ماركه وبتاخدها وبتبدا انها تغسلها وتنضفها وتحط ستيكر حلو وجديد وكل حاجه نفس الستيكر، ويعبوهم كريمات من تحت السلم، ما تعرفيش الكريمات دي جايه منين، وبتلاقي معظم الناس بيلفوا بيهم في الفتره دي، ومن زمان جدا بيعملوا الموضوع ده، فده خطر جدا على البشره، خطر على الشعر كمان الكلام ده على منتجات الشعر زي البلسم والشامبو ومنتجات الجسم زي الشاور. فخلي بالكم جدا جدا من الموضوع ده. وده كان فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا، حبيتوه، طولت عليكم بس كنتوا وحشني، وكان معايا منتجات بجد للسما كان لازم تخلص ولازم اكلمكم عنها، لانه شايلاها بقالي كتير قوي. اللي متابعين على القناه التانيه يعرف ان انا من ساعه ما روقت ورتبت اوضتي كده وظبطتها انا شايلاهم بقالي كتير جدا. فجماعه شكرا لمشاهدتكم، شكرا لمتابعتكم، واللي وصل لنهايه الفيديو ده حابه اقول له ميرسي جدا جدا وشكرا. وكل اللي هيقول لي ان هو خلص الفيديو لحد اخر دقيقه هيطلع معايا اسمه الفيديو اللي جاي. وتعالوا بينا نشوف تعالوا بينا نشوف ايه. بس اشوفكم على خير بقى، كفايه كده. باي باي.